السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شارك معكم هاد العصير، عصير ساهل ماهل، المقادير ديالو قلال مفيهش حاجة كتيرة، تبارك الله تيدحو لنا كمية كبيرة. العصير تيجي زوين بزاف، ما تقنعيش منه. وصفة ساهلة ماهلة تتساهل التجربة. خوتي خواتاتي ما تنساونيش باللايك، عير فضلا معكم ليس امرا. بارطاجي مع العائلة والاحباب اللي عنده الفيسبوك ولا الانستغرام ولا الواتساب. شارك الفيديو مع العائلة والاحباب، يخليكم ويخلي لكم معز عليكم. عصير بحامض وسكين زبير خضر تيجي زوين بزاف، ما تقنعيش منه. تبارك ديك اللذة اللي تيجي ماتين الحامض مع سكين زبير خضر، تعطي واحد اللذة زوينة. 3 ديال الحامضات عصغارات كانوا في فريغو. بنانة ديرها في الثلاجة مع الخضرة واحتفظت بها يومين، هذاك باش صايبت بالعصير تيتغير اللون ديالها. دانون باني طريف ديال سكينزبير خضر. غنحك دابا هاد القشور ديال الحامضات، غادي نحك القشور ديال بثلاثة. الحامضات دابا راه مثلجات، ثلاثة ديال الحامضات، بنانة، دانون ديال فاني، طريقة ديال سكينزبير. غسلت دابا هاد الحامضات راه مثلجات، كانوا في الفريغو يومين، انا دايرها في الفريغو. دابا عاد غسلتهم، نحاول ما نخليهمش يذوبوا باش يجيو ساهلين في الحكه. نحك القصره ديالهم، غادي نحكهم بثلاثة. غنحك على القصره الصفراء، نحاول ما نقيسش القصره البيضاء. القصره ديال الحامض هي اللي تعطي هاد العصير، تعطيه واحد النكهه زوينه. والبنانه درتها في الثلاجه يومين، ماشي في الفريغو، درتها غير مع الخضره باش يتغير داك اللون ديالها، ما تبقاش طريه جديده. من هي من تتلوى ديك البنانه عاد تعطي واحد اللذه زوينه. حكيت دابا هاد الحامضات، غادي نقي سكينزبير. نحك دابا الطريف ديال سكينزبير. سكينزبير خوتي راه كيتيجي في هاد العصير ديال الحامض واحد اللذة، تيعطي اللذة. العصير ديال الحامض تيعطي واحد اللذة زوينة، ما تقنعيش منه. صافي دابا غنخلط كاع المكونات، غنزيد دانون، نقي البنانة. تبارك الله البنانة كي ولا اللون ديالها، صفرت القصر ديالها وهي طابت، مبقاش كيف ما كانت، عطنا واحد اللذة زوينة العصير. دابا نص كاس ديال السنيدة، غادي نزيد كاس اخر ديال السنيدة، بنص كاس بحال اللي غسلت بها هاد القصرة ديال الحامض وسكينجبير ودانون بالبنان. غادي نقي دابا الحامض وغادي نزيدو على المكونات. دابا الحامض راه باقي مثلج، بصعوبة باش نقي دابا القصرة، يدي بغات تقطع بالبرودة. دابا الحامض واخا تيكون بارد تيكون ساهل في التنقية، متبقاش ديك القصرة البيضاء.
دابا غنحيد هاد القشور ونرجع معكم نقطع هاد الطريفات. نحيد دابا هاد العظيمات ديال الحامض من الوسط، الباقي مثلث يبان العظام عاد تبركي على داك الباب ديال الحامض، تطلعوا دوك العظيمات. ساهل دابا في التنقيه. دوك العظيمات ديال الحامض اللي خليناهم تيعطي العصير تيعطي المرورة، ضروري نقيوم. صافي دابا ملي ساليت خلط دابا كاع المكونات في الزلافه، خليتهم شي 10 دقائق هكاك عاد كبر طحنتو. خلط دابا المكونات بحال هاد الشكل. دابا رجعت معكم باش نطحن هاد العصير. ندير دابا على نص المقادير، راه مثلجة ودرت الماء بارد باش يكون العصير موجود، لما نحتاج نخليه باش يبرد. درت دابا الصفاية، صفي دابا قاع المكونات، صفيها رقيقة باش ما يدوش داك اللب ديال الحامض مع ديال السكينجبير. إذا باقي مشطش مزيان غادي نعاودو مع العصير الاخر وغادي نطحنو معاه. دابا غنصفي هادشي اللي باقي ليا. نصفي كاع على هاد القياس. وصفة سهلة مهلة تتساهل الزريبة، العصير اقتصادي وتيجي زوين بزاف، راه ما تقنعيش منه. جرب هاد الوصفة ديال العصير، يبقى معتمد دايما يصايبها، عمرو ما يتخلى عليها، معتمد يصايبوها دايما في الدار، حقاش الوصفة ديالتنا ناجحة 100%. تيجي عصير زوين وتيجي لذيذ بزاف. درت دابا كاس ديال السنيده، عاود طحنت داك الخليط باش السنيده تذوب بسهوله، باش ما نبقاش نتسنى باش تذوب. صافي دابا غادي نخلط العصير ديال كميه اللي حلينا. درت دابا الدواز هو باش غادي نعمر القراعي. العصير عطاني 2.5 لتر. نتمنى من الله هاد الوصفه تعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم ونكونش طولت عليكم في نشارككم كاع المراحل. تبارك الله هاد العصير كي تيجي زوين بزاف. جربوا وخليو ليا في التعاليق وليا كي جاكم هاد العصير. تيهمني الراي ديال المتبعين ديالي، القناه بالفضل ديال المتبعين ديالي باش القناه تزيد لقدام. تنشكر كاع اللي متبعيني من بدايه القناه، تنشكر اللي بحال دخلوا عندي القناه، تنشكرهم بزاف. بالفضل ديالكم باش القناه زايده لقدام وتنبحث على الجديد وعلى وصفات البساط على قد استطاعه. قلب على الوصفات اللي يعجبوكم وزرب الواحد تيصايبهم، تياخذوا مع الوقت بزاف باش يصايبهم. وصفات ساهلين، اللي ما مسارك يبرك على الجرس باش يوصل له كل جديد. وتتخليو لي عقلي بلا وريده يفرحني، تنعرف بلا الوصفه عجباتكم. تنعتذر على الصوت ديال لاباز.
خليتكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.